والسلام على أشرف خلق الله. خوتي خواتاتي صحاباتي، كي دايرين؟ صحتكم اموركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وديما تبقاو على خير وبخير. فيديو جديد ونهار جديد. جيت نشارك معكم غريبه ديال السميده والكوك بطريقه سهله ومبسطه. دابا غادي ندوزو للمقادير والطريقه. عندي قشره ديال التين محكوكه، شويه د الملحه، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الكوك، نص كاس زيت، جوج بيضات، جوج كيسان ديال السميده وخماره حمراء. طريقه سهله وبسيطه. غندير في الاناء اللي غادي نخدم فيه جوج بيضات، نزيد عليهم نص كاس عفوا ديال سنيده، نزيد الزيت، قشور ديال التشينه اللي حكيتها، كنحيطو حنا للتشين الليمون اللي كيتكل ماشي الحامض، قبيصه د الملحه، ونخلط هاد العناصر مزيان. عاد نزيد معاهم الزيت، نخلطو مزيان حتى كتذوب سنيده. هاد غريبه راه سهله وبسيطه ومتناول الجميع، المقادير ديالها بساطين تجي غزاله. دابا غادي نزيد الزيت، نص كاس ديال الزيت مع التحريك، نستمر بالتحريك حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم. غنزيد كاس ديال الكوك، ديك الكوك الرقيق يكون ميدم، دابا غادي نبدا نزيد السميده شويه بشويه. دابا درت 8 كاس وباقي لي كاس. هاد السميده ما نساوش راه كتشرب، كتخليها كتشرب. غنزيد الكاس الثاني، غنزيد دابا عفوا خماره، نغربلها، ونخلط مزيان. دابا غادي نزيد ديك السميده اللي بقات لي شويه بشويه، وغنحيد الطراب اليدوي وغادي نخدم بيديا. كنصاوبوها غير بالرؤوس ديال الاصابع ديالنا. دابا انا زدت داكشي اللي بقى ديال السميده، دخلت فيها جوج كيسان السميده. هاد المقادير الا درتوها هكا بهاد الطريقه اللي عطيتكم وهاد العبار اللي درت لكم اللي عطيتكم، اكيد غادي تنجح معكم وغتجي زوينه، غير برؤوس الاصابع، ما خصهاش تجي قاصحه. هاد المقادير راها مضبوطه. صافي دابا هي تجمعات لي. غادي ندوز باش نديرها كويرات، كل واحد وكل وحده دير ديك القدر اللي بغات الكويرات غريبه. غنشكلهم غريبات. شكلهم غريبات حتى نسالي عاد نفندهم في الكوك.
ايوا نتمنى تجربوا هاد الغريبه وتعجبكم. البنات المبتدئات هما تبارك الله كلشي كيعرف دابا غريبه السميده والكوك. دابا غادي ندوز باش نفندها في الكوك ونديرها في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. طريقه سهله وزوينه، وانا ديما كنقول لكم انا مع البساطه. الحاجه اللي بسيطه وكنجربها وكتصدق لي وكتكون بسيطه ما فيهاش مقادير كثيره ومتناول الجميع، انا نحب نشاركها معكم. نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي. ايوا من بعد غادي ندخلها للفران. انا عندي الفران ديال الغاز درتها من التحت حتى تشققات، عاد طلعتها الفوق. ايوا غريبه هي وجدت، راه كتوجد دغيا دغيا، المقادير ديالها بساطين وهي بسيطه ولذة ما نقولكمش، كتجي لذيذه. ايوا نتمنى تعجبكم وتروقكم، وما تنساونيش الله يجازيكم بالخير من البارطاج واللي لايك، واللي ما مشتركش في قناه سعيده يشترك فضلا وليس امر باش يوصلكم كل جديد ديال سعيده. ونتمنى نكون خفيفه على قلبكم، وكنشكركم بزاف المتتبعين ديالي والمتتبعات اللي مرافقيني، وبالتشجيعات ديالكم وبالتعليقات ديالكم راه كنزيد للقدام، والقناه ديالي قناه هي قناتكم كتكبر بكم. ونتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في راحة البال وصحة جيدة والاطمئنان، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. وتبارك الله عليكم، كنشكركم بزاف بزاف وراكم عزازين عليا. دمتم في حفظ الله ورعايته. الله يحفظكم.